بقى كابتن رضا بصراحة في دي بالذات يعني ما معكش حق. اه والله اسمع مني، انت معكش حق في دي. ليه بقى؟ اقول لك انا ليه. المنتخب بأمانة عمل ماتش حلو. مالك ما كانش عاجبك في ايه؟ في التوري اللي انت بتتكلم عليه ده يا باشا مصر. انا عايزك تهدى على حالك. بالله عليك والله بجد يا كابتن رضا، وبلاش هجص. يا باشا قول كلمة حق. لما بيكون المنتخب مش حلو كلنا بنقول مش حلو، وبنصدقك على فكرة. لما بتهاجم المدرب ولا تهاجم بنصدقك. ولكن بأمانة منتخب مصر قدام الجزائر كان حلو. كان شكله حلو. كان فيه، تحس ان في روح، في اداء بيحصل، في حاجة كنا شايفينها في الملعب، او ريحة كنا شامينها من ايام الزمن الجميل، من ايام الجيل الذهبي. فانت ما تنكرش ده. ليه تنكره؟ ليه؟ هو حد في الدنيا يقدر يغمض عينيه عن النور؟ يا باشا النور قدامك منور، لازم تقول انا شايفه. ما ينفعش تقول غير كده. قلت غير كده بقى يا باشا يبقى انت كذاب. معلش، سامحني والله، تبقى انت كذاب. فانت ليه تطلع كذاب يا كابتن؟ ليه تطلع كذاب؟ ما تبقاش كذاب، قول الحق. قول الحق. بتهاجم الراجل، نفسك تمسك المنتخب مثلا. يا راجل لا اله الا الله، انت مسكت طنطا نزلت بيها. يعني انت عملت ايه؟ تاريخك التدريبي كله فيه ايه يا كابتن رضا؟ مع احترامي الكامل لشخصك والله، ومع احترامي الكامل ليك برضو كلاعب. مشفتكش وانت بتلعب، بس اسمع ان انت كنت حاجه جامده قوي، على عيني وعلى راسي والله. ولكن بلاش هجص يعني. بلاش هجص يعني، وبلاش هري على الفاضي. انت بتهري والله، بتستهلك بنزين كتير كتير قوي وعلى الفاضي. فاهم؟ انت عارف انت لما تكون مدور عربيه وعمال تدوس بنزين وانت مش بدي غيار اصلا، واقف مكانك. طب ليه؟ ليه؟ انا مش عارف والله يا كابتن.